السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب دايما. النهاردة كده أوريكم إيه جولة على السطح عندي. عايزاكم كده إيه تشوفوا البط، وهتشوفوا السمان، وهتشوفوا الدورة الصغيرة، وهتشوفوا الدورة الكبيرة، وطلعنا منها إيه وعملنا إيه. أوريكم كل حاجة النهاردة طبعا ابني طلع نظف بيحط نشارة في الأرض، مع إن الجو حر بيحط نشارة للبط. بص البط البيور ما شاء الله. عايزين بس ايه، عايزين الاكل وعايزين ميه. هغير لهم دلوقتي كل حاجه واظبط لهم ايه دنيتهم، واغير برضو للارانب. الارانب والده هنا في الجدره دي، والدين هنا، سايبه البط وسايبه الارانب. تعالوا بقى كده ايه نشوف الدنيا عند السمان. هو كويس اهو ابني، يعني ايه لم البيض بتاع السمان. نفتح عليهم ونشوف عمل ايه هنا. معلش عشان الإضاءة اللمضة ايه شلتها من هنا. السمان ما شاء الله غلبان، يعني ما بيحتاجش اي حاجة عندنا السمان، اللي بتحط له الاكل بتاعه والمية بس. اهم حاجة ايه في وقت الحر ما تحشوش المية، لان ايه بيعطشوا خالص وبيتعبوا من قلة المية. كده تمام. هنا تعالوا نشوف بقى الدورة الصغيرة بتاعتنا. ما شاء الله الدورة بتاعتنا الجديدة الصغيرة ما شاء الله، الله أكبر. بصوا يا جماعة، اللي عايزين مية حط لهم طبعا الجرعة بتاعتهم بتاعت الأدوية بتاعتهم. هحطها لهم دلوقتي لأن خلصت الجرعة بتاعت الصبح خلصت. بص أنا على فكرة أنا أول ما نزلت الدورة دي ما كنتش حاطة معاها جميزة، ما كنتش لسه جبتها. نزلت جميزة امبارح، جميزة وكان فيوم بريبر. نزلت عدد جميزة لحم وفيوم بريبر. جميزة لحم يا جماعة اللي هو ده بصوا دماغه كده فيها نقطة ايه بيضة، يا اما عند بطنه، ممكن تبقى النقطة البيضة عند بطنه، يا اما عند ديله، يا اما فوق دماغه كده. دي الجميزة ايه اللحم. في جميزة بيور يا جماعة عشان ما يختلطش عليكم الامر تبقوا عارفينها. الجميزة البيور بتبقى ثنائي الغرض، يعني لحم وبيض. البيض بيبقى ضعيف عندها. انا بفضل طبعا عشان انا بشتغل في التسمين وكده، بفضل ان انا انزل ايه انزل جميزة لحم، عشان ما بتتكملش دورتها حاجة وبتطلع زي الستيسو برضه. بس يعني ايه ما شاء الله مناعتها قوية جدا، مناعتها قوية اقوى من البلدي كمان. احنا نشوف درجة الحرارة كده عشان ايه، يعني كده يعتبر يعني 34 وحاجة ونص كده. هي المفروض تكون 34. احاول اهونهم شوية بس مش هفتح مباشر، يعني لو عندي حاجة من فوق كده افتح تهوية مش مباشرة، لان لو مباشرة هيعطسوا مني بدري وانا مش عايزاهم يعطسوا مني بدري. بس ما شاء الله الدورة ديكوا شايفين، على فكرة هي باينة صغيرة قدامكم بس هو عدد يعني حلو ومحترم، عدد كويس. اما يكبر انتوا بتشوفوا طبعا الدورة شكلها ايه مختلف خالص. تمام هدخل معاكم دلوقتي. بصوا يا جماعة والله الابيض اوزانه حلوة خالص ما شاء الله. شكلها يعني ما شاء الله التحويل بتاعه يبقى كويس بإذن الله تعالى. احنا دلوقتي ندخل بقى ايه نشوف عملنا ايه في الدورة بتاعتنا الكبيرة. خليكم معايا كده ندخل نشوفها. دي الدورة بتاعتنا، هنشوف ايه الدنيا عندهم. عايزين مية وعايزين اكل. بصوا يا جماعة الدورة دي طبعا انا طلعت الابيض خلاص ما خليتش. انا خدت 2 ذبحتهم
وباقي 4 بس. ال4 دول أنا سايباهم عشان وزنهم يعلى، يوصل مثلًا 4 كيلو 5 كيلو، وهاذبحهم ده عندي أنا للبيت، دول اللي سايباهم. أوزان يا جماعة ما شاء الله، لو تشوفوا الفيديو اللي قبل ده هيعجبكم خالص الأوزان والله العظيم. كانت من 2 كيلو ل400، 2 كيلو 400 ل2 كيلو 600 في 33 يوم. ما شاء الله الله أكبر، أوزانها حلوة خالص. أنا مش باجي معايا هنا دلوقتي إلا إيه الساسو والبلد اللي هو فرز ديوك، تمام، والرومي. دي كده ايه دورتنا الكبيرة. السيسو ان شاء الله يكمل 50 يوم كده واطلعه. ونفس الكلام اول ما الاوزان تظبط معايا كده من اتنينات وطالع هبتدي اطلع السيسو. البلدي فرز ديوك برضو نفس الكلام، يعني من 50 ل 60 يوم الاوزان ظبطت معايا من كيلو ونص لطالع هبتدي ايه اطلع. الدورة دي بتطلع معايا كل ما تظبط اوزانها كده اطلعها. والدورة الصغيرة زي ما شفتوها. بعد كده ابتدي اطلع البلدي اول ما يكمل من التحضير، اظبط له الدنيا هنا ويطلع هنا. بعد ما يكمل ال 12 يوم بتاعته بطلع على طول ايه بعيد عن الابيض، واسيب الابيض مكانه في التحضير ده، هسيبه مكانه لغايه اخر الدوره. لكن البلدي كله هيبقى موجود هنا زي ما انا عامله في الدوره دي. طبعا انا كنت حاطه كله مع بعض ابيض، ما كانش عندي اي مشكله ولا حصلت اي مشاكل. والدوره دي شايفين زي النهارده 30 يوم ما شاء الله الله اكبر. الابيض موجود اهو مع الساسو مع البلدي مع الرومي. ما عنديش اي مشاكل خالص. بصوا يا جماعه يعني الموضوع ما فيهوش اي مشاكل، بس بشغل نفسي كده اطلع دوره وادخل دوره كل ايه كام يوم. هو ده المشروع بتاعي، مشروع صراحه يعني ايه. وانا قاعده كده في البيت بسلي نفسي كده ودندن مع نفسي. هو الحوار ايه، الله اكبر والعزه لله. الموضوع مش صعب، الموضوع والله سهل، بس لو انتوا حبيتوه عايزين تمارسوا فيه على طول مع الممارسه هتحبوه اكتر. بس يا جماعه ده اللي بيحب طيور يعني وبيحب يشتغل في الطيور هيلاقي الموضوع بالنسبه له سهل وما فيهوش اي مشكله. اديكوا شايفين كده ايه دورتنا خلاص الحمد لله. ايه بنبتدي نطلع فيها الابيض وطلعناه لسه بقى ايه خلاص الساسو والبلدي. يا ريت كده الفيديو ايه يكون عجبكم. انا حبيت ان انا اوريكم النهارده كده ايه الدورات بتاعتي اللي عندي وشغالين فيها ازاي. يا ريت كده الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتعملوا لايك وكومنتات كده. لو عايزين تشوروني في اي حاجه انا معاكم وتتكلموا معايا، ولو في عندكم اقتراحات فيديوهات وكده وعايزين فكره هعملها لكم. انا في ناس طالبه مني اعمل دراسه جدوى عن الفراخ البلدي. هعمل ان شاء الله وانزلها لكم في فيديو. لو عايزين اي حاجه تاني اكتبوا لي كده في كومنتات وابعتوا لي. اقول لكم كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.